القلب يا شيخي يعاتبني ويقول لي سلم على شيخي. القلب لا تحلو نسائمه إلا. قال صلى الله عليه وسلم: كل الذنوب يؤخر الله ما شاء منها إلى يوم القيامة. كل الذنوب يؤخر الله ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. هلا أنتوا قاعدين طلعوا فيه لشوف كرمال محبة الله يلي له أولاد يرضى عليهم. هلا كل واحد فيكم له أولاد يرضى عليهم، مدعوهم بالرضا، الله يرضى عليهم جميعا. وانتم يا شباب كمان أمانة الله عندكم، إذا بترجعوا لبيوتكم اركضوا على ايدين ابائكم وامهاتكم وعلى رجليهم، قبلوا ايديهم ورجليهم لعل الله ان يكشف الكرب ببركه رضاهم. الاباء بترضيتوا على اولادكم، والابناء يا ابني روحوا اطلبوا الرضا. اياكم والعقوق يا ولدي، والله اللي ما عرف يا ابني ما عرف، والله يا ابني بهالعمر. شيخنا حكى لي كلمة عملت ميهفة، تتبعت في الحياة عن تبع فلان ليش هيك سعيد موفق، ترجع انه بار بوالديه. فلان ليش كل هذا معكر حياته عاق بوالديه. واحد اولاده طلعوا كلهم بررة، كان بارا بوالديه. واحد الله يا ابني يرضى على الاولاد كلها، الله يرضى على أولادنا وأولادكم وبناتنا وبناتكم. فهي كرامة مني إلكم، الله يجبر خاطركم. يلي إله ولد يكرر الرضا عليه. ارضوا رضي الله عن أولادنا جميعا، والأولاد الله يرضى عليكم ترجعوا لبيوتكم على إيدين الأم وأجريها، على إيدين الأب ورجليه، اطلبوا منهم الرضا يرضوا عليكم. لا تكونوا مثل الابن يلي الله يهدينا ما فهمان، بيجي بيقول له بابا هات ايدك، يعمل له هيك يعني باس ايدك، هذا باس ايده، هذا ما باس ايد ابوه، هذا عم يضحك على ابوه. هذا هات ايدك، مشيت ايد ابوك شمشمها، بوس اجرين ابوك شمشمها، هون الجنة. النبي عم يقول لك هون الجنة تحت اجرين امك وابوك. روح حط خدك تحت اجرين امك وابوك على عتبة الكعبة، هي عتبة الجنة. فبروا آباءكم قبل أن يأتي يوم لا سمح الله تخسروا الوالدين. وبيقولوا يا ابني بالمثل العامي يلي ماله أم يلي ماله أم يحفر ويطم.
أمك موجودة وأنت تعكر قلبها؟ أمك موجودة وأنت تتركها؟ انتبهوا يا إخواني. نسيم الوصل يحمي